السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بالإسلام وعلمنا بالقلم ما لم نعلم، والصلاة والسلام على خير الأنام بعثه الله إلى خلق كله رحمة، وعلى آله وأصحابه وتابعه ذوي الفضل والإنعام. فضيلة إلى أبينا والد وبندا وأسرتي المؤسس هذا المعهد، فضيلة إلى المعلمين والمعلمات، فضيلة إلى رئيس المدرسة العالية تنكو أمر الله، فضيلة إلى رئيس المدرسة الثانوية تنكو أزهري، فضيلة إلى جميع المدعوات، وخصوصا إلى جميع أخواتنا المحبوبات. وبعد أقدم جزيل الشكر واحترامي لحضرة رئيس هذا المعهد الذي قد بذل جهده في تربية الطلبة تحت رئاسته منذ نشأة هذه المؤسسة. وأقدم احترامي أيضا للمعلمات والمعلمين الذين بذلون استطاعتهم في تعليمنا حتى انتهاء الدراسة التي تبحرناها في هذا المعهد. وفي هذا السرد السعيد أقول قولا سلاما وتحية إسلامية لفضيلة المدعوات الحاضرات في هذه الحفلة المرجوة، ولا أنسى كلمة الشكر على زميلتنا وأخواتنا التي يتعاونون على نجاح هذا البرنامج حتى تكامل سلامه كله. أيها الحاضرات المحترمات، أنا طالبة من الطالبات، نائبة من زميلة في إلقاء كلمة الفراق بيننا من المستوى الأخير وأخواتنا من المستوى الأول والثاني للمدرسة العالية، ومن طلبة معهد التابع لمؤسسة أم الأيمن، أقول أن الفراق هو لازم إذا تقدمه اللقاء، ولا نجد اثنين يجتمعان إلا ومعهما فراق يوما ما، حتى بين الزوجين اللذين يبنيان تحبا سيفرقان إما بموت أحدهما وإما لأسباب أخرى، لأن ما سوى الله لا بقاء ولا دوام له. وفي أول وهلة أقول نحن من أخواتكن في الدين والعقيدة لا نخلو من نسيان وخطأ، كما ورد في أحد الأخبار: الإنسان مكان الخطأ والنسيان. ولذا نرجو من أخواتنا عفوا كثيرا بما نسينا أو أخطأنا من السلوك عندما نعائم الكنة طول حياتنا في هذا المعهد. أيها الحاضرات في الدين والعقيدة، فقد خطر ببالنا متأمد بعيد أن أنفسنا معلقة بهذا المعهد، درب نفوسنا وحملنا إلى مهارة خاصة من العلوم الدينية حتى نعرف بعض فضيلة الأخلاق والسلوك في معاملة بين المجتمع الإسلامي. ولذلك نشعر بشدة بأن نخرج وننابر من هذا المعهد، وأيما نتمنى والله يختص من يشاء. وكما أن نشعر ما دمنا في بيعة معهد وجدنا ما لا نجد في أخرى، وهو من جواهر الحياة وألوان الخيريات تكاملت ناحيتها ناحية أخرى، وهذا كله لا ينطلق من التوجيهات والإرشادات والتعليمات من المعلمين والمعلمات في هذا المعهد. أيها الحاضرات المحترمات، إذا رأينا بالواقع خصوصا الأشهيين الآن، فأكثرهم لا يعلمون ما هو حقهم وواجباتهم، وذهب منهم روح الإيمان
وذهب منهم روح الإيمان وهلك لديهم ثقافة إسلامية وتبادلت بثقافة غير إسلامية وثقافة غربية. ولهذا من واجباتنا أن نراجعهم إلى الهدى وشعار الإسلام الذي رسمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كله في هذه الفرصة الثمينة التي جمعنا فيها جميعا في هذا اليوم المبارك نرجو من المعلمين والمعلمات أن يدعوا الله لعلنا ناجحا في يوم استقبالنا بعد أن نتخرج من هذا المعهد. وفي الأخير نرجو من أخواتنا التي يتعلمن في هذا المعهد أن يجتهدن في الدروس ويتمثلن بالنظام الدراسي الذي رسمه المؤسس. واعلمنا أن أعمالكم وجهودكم سيراها الله وملائكته وسيبارككم في تعلمكم ويحقق أملكم يوما ما، والله المستعان على نجاحكن هذا. واجتنبنا السيئة والمعاصي لأن العلم لا يلحق بالعاصية، ولا أنت عالي لأن العلم حرب لفتاية المتعالية. ولمرة ثانية أرجو من المعلمين والمعلمات والحاضرات عفوا كثيرا وشكرا متواليا، والله موافق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.